بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة جديدة من وصفاتنا السهلة السريعة اللي تعتبر يعني إلى حد ما موفرة، لأن في الوصفة دي ممكن يعني ربع كيلو لحمة مفرومة هيظبط لك الأكلة، وأكلة مشبعة وبتدفي في الشتاء وحلوة جدا لو عندك أطفال هيحبوها قوي. هحتاج اي كمية لحمة مفرومة عندك. انا كان عندي نص كيلو، فرمت البصل وحطيت كمية حلوة، كمية بصل حلوة كده. لما بتحطي كمية بصل حلوة على اللحمة المفرومة في العصاج، اولا بيزود اللحمة معاكي. ممكن تعملي منها وصفتين. ثانيا بيديها طعم حلو قوي. فانا على النص كيلو حطيت تقريبا 4 بصلات كبار، فرمتهم فرمة ناعمة في الكبة. لو عندك ربع كيلو تمام قوي، ممكن تعملي بيه برضو. انا نص كيلو عصقته وعملت منه الوصفه دي وصفه تاني يوم برضو. فزي ما تحبي الموجود عندك والمتاح عندك اعمليه. انا نزلت هنا اللحمه المفرومه عندي في الطاسه او في الصينيه او ايا كان عندك او جريل علشان اعصجها، ونزلت عليها معلقة معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل الأسود، وال11 بهار ده أنا بستخدمه في كل الوصفات بتاعتي بجد. تتبيلات الفراخ أو اللحمة بيخليها في حتة تانية يعني. بعد ما اللحمة كده لونها بيتغير أو بتتجمع يعني، بروح نازلة عليها بكمية البصل بتاعتي، وبفضل أقلب لحد ما احس ان البصل واللحمه قربت تستوي. ببقى مقطعه فلفل الوان، بنزل عليها، او ممكن تبشري جزرة كمان. الحاجات دي الاضافات دي بتخلي عصاج اللحمة بتاعك مختلف جدا وطعمه بيبقى في حتة تانية. كده يا بنات انا جهزت العصاج بتاعي اللي هحشي بيه الوصفة بتاعتي. هحتاج فيها بقى بطاطس بتكون بحجم صغير، وكوسة، ولو عندك خرشوف بيبقوا التلاتة دول وهم مع بعض، بس انا ما كانش عندي خرشوف فعملت كوسة وبطاطس. طبعا بقورهم بالشكل ده، بطلع القلب منهم بالمقور عادي زي ما بنعمل حاجات المحشي العادية. والقلب اللي بيطلع من البطاطس انا مش برميه، ده انا هسويه مع الكوسة والبطاطس وبيبقى تحفة جدا. لو عندك بيبي صغير تحطه له على الرز بيبقى حلو قوي في الاكل وسهل. ودلوقتي هنزل بقى بالبطاطس، قلب البطاطس اللي طلع من وانا بقور البطاطس. هرصه في الحلة كده، وهرص عليه البطاطس اللي هحشيها. طبعا بتحشيها باللحمة المفرومة بمعلقة صغيرة او زي ما تحبي، وبترصيه في الحلة. طبعا تكون البطاطس لفوق كده علشان اللحمة ما تطلعش من الوصفة، علشان لما تستوي ما تلاقيش البطاطس فاضية. فبنرصه بالشكل ده، والكوسة كمان بنرصها برضو جنب البطاطس بالشكل ده، بنثبتها كده علشان اللحمة المفرومة بتاعتي ما تطلعش من الخضار. بحط بقى شبت بقدونس، اي عود كده بحطه في النص علشان بيدي ريحة حلوة قوي وانا بسوي الوصفة بتاعتي. وكمان بكون ضربة 3 طماطميات كده او حاجة حلوين، بضربهم في الخلاط وبنزل بيهم، لان هم دول اللي هسوي بيهم البطاطس والكوسة. طبعا بتنزلي بشويش كده من الجنب علشان برضو ما تخرجيش اللحمة من البطاطس والكوسة. بسوي على نار هادية يا بنات علشان اخد اجمل نتيجة، واللحمة بتاعتي ما تطلعش. برضو باكد من البطاطس ومن الكوسة، لان هي اصل الوصفة كده ان هي بطاطس محشية، فمش هينفع ان الحشوة تطلع منها. فسوي على نار هادية. هنا عملت بقى معاها الوصفة دي بيليق معاها رز بشعرية، فانا عملت اعملي بقى الكمية اللي انتي تحبيها على حسب عدد الناس اللي هتاكل او عدد افراد الاسرة. الرز المصري بياخد كوباية مية، كوباية رز بتاخد كوباية مية. لو هزود شعرية طبعا بزود قدها مية. وسويت الرز بتاعي، والبطاطس بقى بختبرها كده بشوكة او بسكينة علشان اعرف هي استوت ولا لا. ما بتاخدش سوا كتير. وبصوا لحد ما استوت مفيش حتة لحمة طلعت من الكوسة او البطاطس. والسر في ان انا مش معلية النار ومسويها على نار هادية. الوصفة تحفة واكلة حلوة قوي في الشتاء.
بتدفي ومفيدة للأطفال وسهلة في الأكل للأطفال. هتعجبكم قوي لو عملتوها، وأتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو وتعملوها أحسن إن شاء الله. وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. ولو عجبكم الفيديو حطي لايك واشتركي في القناة، وأشوفكم في وصفة جديدة إن شاء الله.